طريقة تفصيل عباية فسكوز، لو عايزة تعرفي عملتها ازاي تابعي معايا الفيديو للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. قبل ما نبتدي الفيديو نسمي الله ونصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل مع بعض العباية الفسكوز القمر اللي انتوا شايفينها دي. تمام كده. القماش المستخدم معايا القماش الفسكوز، جايبة منه 1.5 متر. والركامة اللي معايا ديت حوالي متر. تمام كده. هنعملها بطريقة يعني تفصيل غير الطريقة اللي هي المعتادة يعني للعباية الفسكوز. يعني هنعمل شكل كده تغيير شوية. وادي الركامة اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام. ده حوالي متر اللي معايا. الحمد لله بلا سبب، الحمد لله بلا طلب، الحمد لله بلا عدد، الحمد لله حتى يرضى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هطبق القماش على 4. تمام زي ما انتم شايفين اهو. طبقته على 4 طبقات. الطبقة المقفولة الناحية اللي بره، والأربع طبقات مفتوحين، ناحية مقفولة وناحيتين مفتوحين اللي هما أمام اهو بالشكل اللي انتم شايفينه اهو. طبعا احنا هنشتغل على الربع يا جماعة. واهم حاجة تدبسي القماش قبل ما تشتغلي فيه، علشان القماش الفسكوز مش بيبقى ثابت. تمام كده. فاهم حاجة انك انت تكوني ظابطة القماش، وفي نفس الوقت الرسمة بتكون في القماش الفسكوز طبعا لازم تكوني واخدة بالك منها. وتطبقي القماش على الرسم بتكون مظبوطة يعني. تمام. طبعا في قماش تاني بيبقى اسمه قماش اللي هو الطابلو، اللي هو بيبقى رسمة واحدة كل متر رسمة. ما ينفعش انك انت تاخدي مثلا منها 1.5 متر ولا حاجة. لو هتعملي عباية بتاخدي 2 مترين. تمام. بيبقى الطابلو بيبقى في الظهر وفي الامام. تمام كده. دلوقتي هبتدي اخد المقاسات بتاعتي. هنا انا هاخد 18 سنتي واحط علامة، وهدخل 8 سنتي كده واحط علامة، وبرده من الناحية دي كده من فوق هقيس 8 سنتي. تمام كده. وهبتدي اوصل العلامات دي كده عندي اللي هي الرسمة للرقبة الأمامية. تمام كده. هنعملها بشكل هندسي كده مربع، وفي آخر المربع كده هيكون مثلث مفتوح. تمام كده. هاجي من هنا كده من عند الزاوية دي كده هقيس 9 سنتي بخط مايل. تمام. وهحط علامة، وهبتدي اوصل من النقطة دي للنقطة دي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر. دلوقتي كده هجيب المسطرة وهرسم خط مايل بالشكل ده كده اهو. هظبط بس الخط، هو عشان القماش مش بيثبت معايا. لما باجي يعني ارسم خط ولا حاجة تحس ان القماش بيروح ويجي كده. اهم حاجة بس يكون متدبس كويس، على الاساس لما تيجي تاخدي المقاسات يكون معاكي احسن يعني. دلوقتي كده انا عملت نزول الكتف 3 سنتي. هنا مش هاخد مقاس الكتف لان هعمل بعرض القماش هيبقى كله يعني. تمام كده. هنا كده انا خدت ميل الكتف. تمام كده. هبتدي اقيس فتحة الكم، هيكون معايا 21 سنتي زائد 1 سنتي خياطة. تمام. وهحط علامة بالشكل ده، ومن عند العلامة ديت هاخد طول الوسط هنزل 15 سنتي. تمام كده. وهحط علامة، وبعد كده هقيس ربع دوران الوسط، هيكون عندي 33 سنتي زائد 3 سنتي خياطة يبقى 36. تمام كده. من عند نقطة الوسط هنزل 20 سنتي كده عشان اجيب مقاس اكبر حجم، وهحط علامة. تمام. وهنا هقيس ربع دوران اكبر حجم. هنا انا مش هاخد بقى اكبر حجم، انا هاخد بس كده ايه بعرض القماش. تمام كده. يعني مش هاخد مقاسات، هو بعرض القماش. وهبتدي اوصل النقط دي ببعضها كده. تمام. هعمل حردة
او دورانة الباط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. وهنزل على علامة الوسط، وبعد كده هنزل على علامة اكبر حجم بالشكل ده. طبعا لما باجي اخيط باخد المسطرة وباخد من عند الوسط كده وبنزل بميل. تمام، عشان طبعا لو انت خيطتي بالطريقة ديت طبعا هتديكي الخياطة تبقى مجنحة معاكي كده. تمام كده. دلوقتي كده هعمل الرقبة الخلفية. عملت نزول 2 سنتي ورسمتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. طبعا انا واخدة عرض الرقبة 8 سنتي. تمام. هبتدي هنا بقى اقص كل العلامات اللي انا عملتها اهو بالشكل ده. واهم حاجة بتكوني مثبتة القماش يعني، عشان القماش بيبقى مش بيبقى ثابت. تمام كده. دلوقتي كده انا قصيت اهو. هبتدي اقص من الكتف. تمام كده. وهاخد معاه حردة الرقبة الخلفية. تمام كده. من عند طول الجلابية. تمام. هاخد من الطول 11 سنتي بالشكل ده. هفضل اقيس 11 سنتي كده. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. وهرسم خط بالشكل ده. تمام كده. وهبتدي اقصهم، هفصلهم يعني عن القماش اهو. وهحطهم دلوقتي على جنب، وبعد كده هنشوف هنستعملهم في ايه. تمام كده اهو. زي ما انتم شايفين كده بظبط برضو القماش، وهظبط القماش كده. وهبتدي افصل الامام عن الخلف بالشكل ده اهو. الناحية المقفولة دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. وهفتح الناحية دي المقفولة كده اهو. هبتدي دلوقتي بقى اشيل الدبابيس. ودلوقتي كده هفصل الخلف عن الامام عشان اقص الرقبة الامامية. هو يعتبر العباية كلها الشغل كله في الرقبة وفي الكمام برضو هنشوف هنعملها ازاي. معلش هي بتاخد وقت بس عشان اما اجي اقص ما تكونش القصة ملوحة او العباية تكون ملوحة يعني. اهم حاجة تظبيط القماش قبل القص. هبتدي اقص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. هتكون عندي الرقبة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو كده. ودلوقتي كده هجيب الركامة واحطها حوالين داير الرقبة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا في كل زاوية هعمل كسرة كده في الركامة. طبعا بيكون في ركامات جاهزة للصدور ديت، او اسمه صدر يعني للعباية. بس انا مش عندي يعني الشكل ده، فعندي الركامة ديت، فقلت ليه لا يعني اما اجربها اكون برضو موفرة وتكون سهلة معايا. تمام كده. وقبل ما ابتدي بقى اركب الركامة بكون تانية الرقبة بتانية خفيفة كده بسيطة، على اساس القماش ما ينسرش معايا يعني، او مثلا اعمله اوفر
يعني عندك خيارين، يا اما تتنيه يا اما تعمليه اوفر. تمام كده. هتتنيه حاجات بسيطة بس. هبتدي كده زي ما انتم شايفين اثبت الركامة كده، هثبتها بدبابيس على اساس انها تديني الرسمة بالظبط تبع الرقبة. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله، الله اكبر. هنا كده عند الزاوية الاولانية ديت عملت كسرة في الركامة، تمام، على اساس انها تديني الشكل مظبوط. وفي النص هنا برضو عملت كسرة كده اهي، وهحط الدبوس كده ثبتها زي ما انتم شايفين اهو. الشكل ابتدى يبان اهو مع الركامة. وهنا برضو في الزاوية ديت كده هاخد كسرة كده وهثبتها، وزي ما واتجاه الكسرة اللي قصادها لبره هخليها لبره التانية، لو لجوه هخليها لجوه. تمام، عشان يكون بس الشكل لطيف يعني ما يكونش مختلف. وهنا كده هقص الزيادة، تمام كده، واحط اللي هي الركامة الباقية ديت على جنب. وزي ما انتم شايفين اهو سهلة جدا وبسيطة. يعني لو انت مش عندك اللي هو الصدر دوت لأي للرسمة ديت يعني بالتحديد، ممكن تجيبي الركامة اللي هي العادية ديت وتشتغليها زي ما انا عملتها كده اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهتديكي برضو نفس النتيجة. تمام كده. ودلوقتي كده هجيب القطعة الخلفية، تمام، زي ما انتوا شايفين اهو دي حردة الرقبة. دلوقتي انا هجيب قطعة قماش وهعملها زي بيه كده من نفس القماش. جبت قطعة القماش ديت اهي زي ما انتوا شايفين اهو، هي عرضها 5 سنتي، تانيتها من الطرف ده تاني نص سنتي، ومن الطرف التاني نص سنتي، ورحت تانيها على بعضها. تمام كده اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكويتها ادتني شكل البيه المنظر اللي انتوا شايفينه ده. تمام. هبتدي افتحها كده وهحط الرقبة في النص وهثبت بالدبابيس. بس اهم حاجة ابقى اخلي بالي ان هي جوه ما بين التانيتين يعني، تمام، على اساس ان لما اجي اخيط ما تفوتش مني اهو. زي ما انتم شايفين كده اهو، بسيطة جدا وسهلة يعني. هي العباية كلها بصراحة كده انا قصيت الزيادة، العباية كلها سهلة وبسيطة يعني. ولو حبيتي انك انت تعمليها مشروع هيكون موفر جدا يعني. يعني كل القماش اللي احنا استعملناه في العباية ديت 1.5 متر بس مع 1 متر من الركامة. تمام كده، ما استعملتش حاجة تاني خالص اهو. دلوقتي هجيب القطعة الامامية وهبتدي اثبتها الكتف على الكتف كده زي ما انتم شايفين اهو. هثبتها بالدبوس من الطرف ده، ومن الطرف التاني برضو هثبتها بالدبوس اهو. وتفصيلها يعني ما بياخدش وقت خالص. وبرضو الطرف على الطرف اهو في الكتف التاني، وبرضو هحط هنا برضو على الطرف على الطرف، وهثبتهم بالدبوس كده. هخيطهم وهرجع لكم تاني. دلوقتي كده انا خيطت الكتف اهو زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده، والناحية التانية برضو نفس الحكاية اهو. ودي كده تعتبر الرقبة بالكتاف خلاص خلصت، تعتبر العباية بس الكم وخلاص. دلوقتي كده الجزء اللي اتبقى مني من الركامة هنشوف هنعمل بيه ايه دلوقتي. هقسمهم بالنص كده، تمام، وهبتدي احط على الكم كده. وقبل ما اخيط عليه الركامة بكون تانية بسيطة كده يعني. تمام. بجيب الناحية دي كده لجوه اهي،
واخلي الجزء اللي فيه الفستونات ديت لبره. تمام. هنا بقى دلوقتي القطعة اللي انا خدتها اللي هي ال11 سنتي اللي خدتها من طول العباية، هنشوف هنعمل فيها ايه. ممكن تكملي بيها الكم بالشكل المستقيم ده كده وتكون الركامة في النص. تمام. بس انا مش هعملها كده يعني. دلوقتي هقول لكم انا هعملها ازاي. هاخد كسرات كده الاول، اللي هي الشريط اللي معايا دوت هقسمه بالنص الاول على اساس يكون متساوي معايا يعني في الكمين. تمام. وبعدين هاخد كل جزء منهم هعمل كسرات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده زي كورنيش يعني. تمام كده. والناحية اللي فيها البرسل ديت هقصها وهتنيها وهيديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي كده انا تنيت الكم اهو قبل ما اركب الركامة فيه اهو. هبتدي اجيب الركامة كده وهثبتها بالدبابيس. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. وهنا كده هجيب قطعة القماش اهو بعد ما تنيتها. هنا تنيتها ربع سنتي في ربع سنتي، وهنا تنيتها ثانية واحدة بس كده. تمام. وهبتدي اخد من الناحية المشجرة دي وهعمل كسرات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. نص سنتي في نص سنتي يعني. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا الله. وهفضل اعمل كسرات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. يعني شكل جديد كده، بدل اللي هي القصة الفسكوز اللي هي التقليدية يعني اللي احنا عارفينها. تغيير في القصات يعني. وطلعت شكلها زي ما انتوا شفتوا كده، شكلها طلع بصراحة جميل جدا. والكم شكله كده يعني مع الرسمة ديت طلع لطيف قوي يعني اهو. عملتها كسرات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام. وهبتدي اركب الركامة من فوق القماش. تمام. يعني احنا هنخيط الركامة من فوق القماش من ناحية الكم ومن ناحية الكورنيش. تمام كده عشان تديني الشكل اللي انتوا شايفينه اللطيف ده اهو. هنا بثبت الكسرات كده وبثبتها بالدبوس مع الركامة. تمام. شايفين الشكل بقى جميل ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. زي ما انتوا شايفين اهو كده الكم بقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هخيط من الناحية دي ومن الناحية دي وهقص الزيادة في القماش اهو. وبقيت معايا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده اهو. وخيطت كومي بالشكل ده. تمام كده. هبتدي اخد الخياطة بقى الكم مع الجناب كده، يعني هسد الجنب كده بالكم من ناحيتين وهتني الديل. وادي العباية بقت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، جميلة كده وقصة لطيفة بصراحة. يا ريت تقولوا لي لو عجبتكم، تكتبوا لي في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويهمني جدا تقولوا لي ايه رأيكم فيها يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.